حبيبي ويلكم تو موروكو. تخيل معي إفريقيا كاملة، أنظارها متجهة نحو بلد واحد، ملاعب تشتعل، جماهير تهتف، وتنظيم يقارن بكأس العالم. المغرب مش مجرد بلد مستضيف فقط، بل رسالة واضحة: المغرب قادر على الإبهار. المغرب المغرب المغرب، أسود الأطلس، أسود كل المحيطات. أكثر من 50,000 مشجع جزائري، مئات الآلاف من مشجعي إفريقيا من السنغال، مصر، نيجيريا، تونس، الكاميرون، قادمون من كل القارة بطائرات، سيارات، قطارات، نحو وجهة واحدة فقط: المغرب. Les Marocains, ils me tuent. Les Marocains, ils me flinguent. C'est pourquoi? Venez au Maroc. Le Maroc est beau et la Cannes sera belle. لما الجماهير الجزائرية تدخل وتتفاجأ بالبنية التحتية. الخوة مرحبا بنا في الرباط. متواجدين في دولة المغرب الشقيقة. ولما المشجع الإفريقي يشوف طرق، ملاعب، تنظيم ما كانش يتوقعه داخل إفريقيا، هنا السؤال الحقيقي يبدأ. هذه عاملة النظافة في سانسور ترانسبارون في المروك حبيبي. راك تشوف حبيبي. باريس. واو لي غا مانيفيك ان لايف. سي لور دو اوف. لما أعلن رسمياً كأس إفريقيا للأمم 2025 في المغرب، البعض فرح، البعض شكك. صراحة دون ترتيبات في الكواليس وتدخل من الأقجع. ما نقولش خطر، نقولوا دي كيوقع في العديد من الأحيان في أخطاء تقديرية كان آخرها والمنتخب الوطني ضد البرازيل في أقل من 17 سنة. لكن المغرب كان يعرف شيئاً واحداً فقط: نحن جاهزون. تنظيم، أمن، بنية تحتية، ليس رد فعل بل خطة سنوات. في سنوات قليلة مدن تغيرت، قطارات ربطت الشمال بالجنوب، مطارات استقبلت إفريقيا كاملة. المغرب لم يجهز لبطولة فقط، المغرب أعاد رسم صورته. الكل كان يسأل: هل سينجح المغرب؟ هل الوقت كاف؟ هل الملاعب ستكون جاهزة؟ والجواب جاء من الأرض. عندك ملعب 14 شهر وواحد 9 شهور وواحد 10 شهور، ثلاثة بحال هذا اللي دار ديال مولاي عبد الله داروا فيه في ألمانيا 4 سنين. وهنا المغرب كسب الرهان: طرق، قطارات، مطارات، فنادق، تجربة جماهيرية متكاملة، وكأننا أمام كأس العالم مصغر. أول جزائري في المغرب جاي يشجع المنتخب الجزائري. خاوتي هذا هو الصاد اللي راح يلعبوا فيه. إذا غابت لكم خلاص. Je sors du consulat du Maroc. J'ai eu mon visa. واو ايه ده يا ابني؟ اكتر كلمه بنسمعها طول ما احنا ماشيين في الشوارع هنا في المغرب: مرحبا بيك، مرحبا بيك. أهلا وسهلا بك في المغرب. شكرا، الله يحفظك. المغرب جاهز اليوم وليس غدا. هدى، التظاهرة ليست مجرد بطولة، هذا غزو جماهيري إفريقي، والمغرب كان مستعداً له منذ سنوات. شوارع نظيفة، مدن نابضة بالحياة، تنظيم يقارن بأوروبا، بل يتفوق عليها في الدفء، في الروح، في الإنسان. من يزور المغرب لا يشاهد بطولة فقط، بل يعيش تجربة لا تنسى. هل نحن أمام أعظم كأس إفريقيا في التاريخ؟ نعم، هناك تاريخ، هناك منافسة،
هناك اختلافات، لكن كرة القدم وجدت لشيء واحد: التنافس داخل الملعب والاحترام خارجه. كيراك يا خويا شاهد جزائري في المغرب. وكأس إفريقيا 2025 فرصة لإثبات أن الرياضة تجمع لا تفرق. Look at this. I mean, look at this. Okay, serious question. Is there any nice Moroccan man out there willing to marry me and make this dream come true? المنتخب المغربي والضغط الكبير. لما تكون منظم البطولة الضغط يتضاعف، العيون عليك والجماهير تنتظر لقب أو على الأقل أداء يليق بالحدث. هل يستغل المغرب الأرض والجمهور؟ سؤال ستجيب عنه الملاعب. كأس إفريقيا 2025 ليست مجرد بطولة، إنها اختبار تاريخي للمغرب وللكاف ولإفريقيا كلها. الجو ايش؟ الجو أوروبي والله بوجودك يا أبو عمر. يا حبيبي مساء الخير. Grêle. Acceptez mon caresse, mais j'ai jamais vu la grêle. Actuellement devant le stade le plus beau du monde à mon avis. Chaque fois on a un Rabat, c'est grand stade de Rabat, celui qui vient d'être construit là. Regardez-moi ça. الآن نترك الكلمة لكم. هل تعتقد أن المغرب سينجح في تنظيم أفضل نسخة في تاريخ كأس إفريقيا؟ ما رأيكم كجزائريين، مصريين، تونسيين، سنغاليين؟ ومن ترشح للفوز باللقب؟ اكتب رأيك، لأن كأس إفريقيا 2025 بدأت الآن في التعليقات.